خير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم من امريكا. زي ما قلت قبل كده ان حلقه التغيير في السياسه الامريكيه بالفعل بدات. شفنا السنه اللي فاتت الحركات الطلابيه، شفنا السنه دي وصول عمده لنيويورك او مرشح للحزب الديمقراطي انه يبقى عمده لمدينه نيويورك مؤيد للقضيه الفلسطينيه. دلوقتي حصلت حاجه غريبه جدا، التغيير دخل الجيش الامريكي كمان. يعني الولايات المتحده الامريكيه بتعزل العقيد في البنتاجون ناثان ماكورميك. طيب العقيد ناثان ماكورميك اللي هو عقيد في الجيش الامريكي قال ايه بقى؟ مجرد انه كتب شويه حاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، الاداره الامريكيه شافت انها خطيره جدا. قال على مجرد بوستات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الاموال اللي استلمها ترامب في رحلته للخليج هي ثمن الحرب بين إيران وإسرائيل، ولن يستفيد منها الشعب الأمريكي، وأمريكا مجرد وكيل لإسرائيل، وإسرائيل أسوأ حليف لدينا. طبعا تعتيم كبير جدا على هذا الموضوع، لكن تم عزل العقيد ناثان ماكورميك لمجرد تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي. ده بيورينا يا جماعة قد إيه التغيير وصل، مش بس في الشباب ولا بس في المستوى السياسي، لا ده كمان داخل الجيش الامريكي. وعلى فكره بيحاولوا دايما يتكتموا على اي حاجه ليها علاقه بالجيش، يعني دي من الاخبار اللي ظهرت واختفت بسرعه، لان هم دايما بيحاولوا ان هم يتكتموا على اي اخبار يعني تبع في الجيش الامريكي يعني. لكن دي اخبار سيئه للوب الصهيوني ولمؤيدين اسرائيل، ان الراي العام الامريكي حتى داخل الجيش الامريكي على مستوى ضباط كبار، يعني العقيد ده دي يعني رتبه مش قليله، فان عقيد في الجيش الامريكي يطلع له الكلام ده، ده شيء الحقيقه خطير جدا ومؤشر مهم جدا. الحاجة التانية بقى ان ظهر تسريب صوتي للرئيس ترامب اثناء حملته الانتخابية سنة 2024 السنة اللي فاتت، وهو بيتكلم مع الناس اللي بتأيده، بيقول انه هدد بوتين بضرب موسكو، وانه هدد بيجين او هدد الصين بضرب عاصمة الصين اللي هي بكين. فيعني دي تصريحات مهمة جدا وتسريبات مهمة جدا. والأهم من هذه التسريبات، لماذا تم تسريب هذه يعني تم التسريبات دي في الوقت الحالي؟ خلينا نشوف جزء من هذه التسريبات. So he goes like, I don't believe you. He said, no way, and I said, way. And then he goes like, I don't believe you, but the truth is he believed me 10%. And I told you this, he believed me 10%. Then I'm with President Xi of China, but I said the same thing to them. I said, you know, if you go into Taiwan, I'm going to bomb the shit out of Beijing. He thought I was crazy. He said, Beijing? You're going to bomb Beijing? I said, I have no choice. I got to bomb them. We're going to bomb Beijing. And he didn't believe me either, except 10%. And 10% is all you need. In fact, 5% would have been okay too. And we never had a problem. We would have never had a problem. التسريبات دي مهمة جدا، الحقيقة بتتناقض مع ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، لأن ترامب بيحاول يوصف نفسه براجل سلام، لكن في الوقت نفسه يعني التسريبات دي بتقول ان هو عايز يقصف موسكو وعايز يقصف بكين هي عاصمة الصين. يعني فمعنى كده بيتكلم في الحرب العالمية الثالثة، لان هو لما يقصف موسكو اكيد الروس مش هيسكتوا يعني، او لما يقصف الصين او عاصمة الصين برضو اكيد الصين مش هتسكت. فهنا الحقيقة ده بيتناقض تماما مع كلام او ترشيحات ترامب ل يعني انه يبقى ياخد جائزة نوبل للسلام. ترامب هيموت انه ياخد جائزة نوبل للسلام علشان اوباما خد جائزة نوبل للسلام، لكن كل التصرفات اللي يعني بنشوفها الحقيقة ملهاش اي علاقة بالسلام. وكمان ترشيح نتنياهو في زيارته الاخيرة لترامب لجائزة نوبل للسلام، الحقيقة دي فضيحة دولية، لان ترامب زي ما حضراتكم عارفين مدان في محكمة الجنايات الدولية بانه مجرم حرب، وفي امر بالقبض عليه. فان مجرم حرب يعني يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، دي الحقيقة اعتقد انها شيء يعني مضحك جدا، وبيقول لنا ان
المفروض ان ترامب ما ياخدش جائزة نوبل للسلام. السؤال المهم بقى هو ليه التسريبات دي ظهرت في الوقت تحديدا؟ غالبا ان المخابرات الامريكية CIA نشرت هذه التسريبات كرسالة تحذير لبوتين ولرئيس الصين شي، لان بوتين يعني علاقة بوتين وترامب توترت بشكل كبير جدا. ترامب ادرك ان بوتين بيتلاعب بيه وان بوتين لا يريد السلام، وبوتين مش بيريد اوكرانيا بس، ربما يريد ايضا اراضي اخرى غير اوكرانيا، وده الحقيقه شيء خطير جدا. فترامب الحقيقه ربما اوعز المخابرات الامريكيه بنشر هذه التسريبات محاوله منه للضغط على بوتين لمحاوله وقف اطلاق النار، خصوصا مع يعني ازدياد الضرب الروسي العنيف جدا على اوكرانيا. يعني روسيا ضربت اوكرانيا بحوالي 780 مسيرة وصاروخ في يوم واحد، مع تراجع بشكل كبير لشحنات الأسلحة الأمريكية. ده نتيجة طبعا يعني مخزونات الأسلحة الأمريكية من صواريخ الدفاع الجوي نزلت بشكل كبير جدا. التقارير بتقول ان امريكا لديها 25% بس مما يحتاجه الجيش الامريكي للدفاع عن الولايات المتحدة الامريكية، فده اثر بشكل كبير على شحنات الاسلحة اللي بتذهب الى اوكرانيا. طبعا شحنات الاسلحة الاسرائيلية دي اهم حاجة عندهم، يعني احنا شايفين عشرات الشحنات الى الان، جسر جوي كبير جدا من الاسلحة بيذهب يوميا الى اسرائيل، وخصوصا من صواريخ الدفاع الجوي. فاعتقد ان هذا التسريب محاولة من الضغط على بوتين للقبول حتى بوقف لإطلاق النار، لأن ترامب كان واعد أنه ينهي هذا الصراع في 24 ساعة، واللي حصل أن لم يحدث هناك أي وقف لإطلاق النار، والقوات الروسية بتتقدم بشكل كبير جدا داخل أوكرانيا وبتحتل المزيد من الأراضي، مما هي عمل إحراج كبير جدا لترامب اللي كان دايما بيقولوا أنه هينهي هذا الصراع في 24 ساعة. طيب زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، كان مخطط للزيارة دي الحقيقة ان يبقى فيها بعض النتائج، منها ان يبقى في وقف الاطلاق النار في غزة، لكن ما حصلش هذا الكلام. اثناء وجود نتنياهو في البيت الابيض الحقيقة في حاجتين مهمين حصلوا. الاول يعني قبل ما يبتدي الاجتماع وصلت اخبار لنتنياهو عن الكمين اللي حصل في بيت حانون في غزة ومقتل عدد من الجنود الاسرائيليين، اعتقد 5 أو 6. طبعا كانت صدمة لنتنياهو ان بعد 21 شهر من الحرب المقاومة قادرة انها تعمل يعني كمائن لجيش الاحتلال وتوقع خسائر بهذا الحجم. لكن الفكرة مش في الكمائن ولا في الحجم، الفكرة في المكان. المكان كان في بيت حانون، وده في اقصى شمال غزة على حدود المستوطنات الإسرائيلية من غلاف غزة، أقصى الشمال خالص. يعني بيت حانون ده نقطة قريبة جدا من مستوطنات غلاف غزة. فمعنى كده أن الجيش الإسرائيلي بعد 21 شهر حتى أقصى شمال غزة ما قدرش يسيطر عليه، وقوات المقاومة ما زالت موجودة في أقصى شمال غزة وقادرة تعمل كمائن وقادرة أنها كمان توقع خسائر عنيفة جدا. فدي كانت الحقيقة صدمة كبيرة جدا لنتنياهو، مش بس الخسائر البشرية والخسائر العسكرية الكبيرة، لكن كمان مكان هذه العملية ومكان هذا الكمين الحقيقة كان في أقصى شمال قطاع غزة بعد 21 شهر من الإبادة الجماعية والحصار والتجويع. لا زالت المقاومة قادرة على القتال وتوجيه ضربات موجعة لجيش الاحتلال. فدي كانت الحقيقة صدمة، وكان وش نتنياهو واضح عليه الصدمة الكبيرة جدا. الحاجة التانية ان نتنياهو اتكلم وترامب في المؤتمر الصحفي بقى بعد ما عملوا اجتماع عن فكرة التهجير. يعني احد الصحفيين سألوا عن موضوع التهجير، خلينا نشوف رد نتنياهو عن موضوع التهجير. Palestinian relocation plan still on the table. Is there a plan? Has there been any progress in finding countries to accept? Bibi, why don't I let you answer that question? Mr. President, Wait a minute, wait, he's got to answer the question. I think President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice.
we're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future, and those who, and I think we're getting close to finding several countries, and I think this will give, again, the freedom to choose. Palestinians should have it, and I hope that we can secure it close by. And we've had great cooperation from meetings surrounding Israel, surrounding countries, great cooperation from every single one of them. So something good will happen. اما حضراتكم شفتوا واضح ان هم لا زالوا مصرين على موضوع التهجير، وخلينا اقول لحضراتكم ان التهجير خطر على الامن القومي المصري حتى لو تم التهجير ده لدول اخرى. يعني حتى لو تم التهجير الشعب الفلسطيني او شعب غزة او الفلسطينيين الموجودين في غزة الى دول اخرى مش لمصر، ده برضو خطر على الامن القومي المصري. عشان كده مهم جدا ان احنا ندعم اشقائنا الفلسطينيين في غزة، لان ده امن قومي مصري. فبعض الناس يعني شايفين ان مادام التهجير، او مش فاهمين ان لو التهجير ده ما جاش في مصر مش مشكلة، لو راح في حتة تانية مش مشكلة. لا، نفس المشكلة بالظبط، لان اللي هيحصل ان هيبقى في تصفية للقضية الفلسطينية، وهيبقى الاسرائيلي على حدودنا، وهيهددوا الامن القومي المصري، ومش هيكتفوا زي ما حضراتكم شايفين عايزين يقتطعوا المزيد من الاراضي، وبيتكلموا عن عمل مستوطنات في سيناء واحتلال اماكن من سيناء مرة اخرى. فهم يعني وجود الشعب الفلسطيني كعازل في هذه المنطقة ده امن قومي مصري. لذلك يعني المفروض ان الجميع يمنع تجويع الشعب الفلسطيني، يمنع تهجير الشعب الفلسطيني حتى لو لدول اخرى، لان ده امن قومي مصري وامن قومي عربي. فشيء مهم جدا ان احنا بكل الطرق نحاول نوصل المساعدات باي شكل من الاشكال، سواء وافقت اسرائيل او لم توافق، لان ده بيمس بشكل مباشر بالامن القومي المصري. حقيقة شيء في منتهى الخطورة ان اصرارهم على موضوع التهجير، ولو حتى كان هذا التهجير لدول اخرى، ده شيء غير مقبول ويجب التعامل معاه بجدية. التصريحات دي مهم جدا ان يتم التعامل معها بجدية بشكل كبير، ويتم دعم الشعب الفلسطيني وايجاد طريقة. يعني كانوا زمان بيدخلوا المساعدات بالطيارات، الاردن كانت بتبعت مساعدات بالطيارات، يا ترى هيبعتوا مساعدات دلوقتي ولا يا ترى ليه المساعدات دي وقفت؟ يعني سواء كانت بالطيارات او يعني بغير ذلك. معبر رفح يعني الحقيقه محدش فاهم لحد دلوقتي، الشاحنات واقفه امام معبر رفح متكدسه ما بتدخلش القطاع ليه؟ هل مستنيين الاذن من اسرائيل بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار عشان يدخلوا المساعدات؟ الحقيقه شيء محزن جدا. يعني لازم يكون في ضغط، ولازم يكون في قوه في التعامل مع هذا الملف، ولازم يتم دعم الشعب الفلسطيني لمنع تهجيره، لان زي ما قلت لحضراتكم ده شيء غير مقبول وهيؤثر بشكل كبير على الامن القومي المصري والامن القومي العربي. وفي الغرب بنرجع تاني، اسرائيل بتفقد المعركة الاعلامية بشكل كبير، وفقدت اعصابها لدرجة ان هي مش قادرة تستحمل انتقادات بسيطة من ناس مؤيدين لها او مشهورين بمواقفهم المؤيدة ليها جدا. بيرس مورجان ده اعلامي بريطاني شهير، وشهير جدا بدعمه لاسرائيل على سنوات طويلة يعني. لكن اول لما ابتدى ينتقد اسرائيل شوية، لما شاف انه يعني هيفقد مصداقيته لو ما قدرش ان هو ينتقد المواقف الواضحة الاجرامية اللي اسرائيل بتقوم بيها من الابادة الجماعية، اتهموه بانه معادي للسامية. فحتى بيرس مورجان اتصدم بشكل كبير جدا ان هو اللي كان بيدافع عن اسرائيل لمدة يمكن 50 سنة ازاي يتم اتهامه بانه معادي للسامية. I myself have seen in the last 2 weeks that if you dare to criticize the Israeli government in a way that almost everybody is now doing, by the way, that I was immediately accused of being a Jew hater and an anti-Semite. It is a deliberate campaign. That's not accurate. It was a deliberate campaign to shut me up. It was a deliberate campaign to stop me criticizing the Israeli government by branding me a Jew-hating anti-Semite, which anyone who's watched this show from the start of this war knows is complete nonsense. كلام مهم جدا ان يطلع من واحد زي بيرس مورجان. وخسارة المعركة الإعلامية لإسرائيل معناها انها ابتدت تخسر المعركة السياسية والدعم السياسي الغير محدود
اللي هم اتعودوا عليه من الغرب. فده برضو تغير كبير جدا ان نرى واحد زي بيرس مورجان بينتقد اسرائيل بهذا الشكل. احنا بنشوف تغيرات الحقيقه تاريخيه بكل المقاييس. يعني في احتمال كبير ان الحرب ترجع تاني بين ايران واسرائيل. اتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن الجسر الجوي الامريكي والاسلحه الامريكيه التي لا تنقطع. دي مش عشان الحرب على غزه، اسلحه الدفاع الجوي، يعني اعتقد المقاومه دلوقتي الصواريخ اللي عندها قليله جدا او ما عندهاش صواريخ خالص. فواضح ان في استعداد لجوله تانية بين اسرائيل وبين ايران. ده شيء واضح جدا من كل كميات الاسلحه المهوله اللي بتصل اسرائيل والجسر الجوي الامريكي اللي محمل بجميع انواع الاسلحه. وامريكا واسرائيل دلوقتي بتطلب من امريكا انها تحصل على القاذفات البي 2 اللي هي القاذفات البي 2 سبيريت، القاذفات الكبيره اللي ترامب بيفتخر بيها دايما. القاذفه الواحده تكلف 2 مليار دولار، دي اللي بتقدر تشيل القنابل ال 13 طن اللي هي GBU-57 اللي هي خارقه للتحصينات، اللي امريكا استخدمتها في ضرب ايران، مفاعل فوردو والمفاعل اصفهان والمفاعلات الايرانيه الاخرى لشل البرنامج النووي الايراني. لحد دلوقتي محدش يعرف ايه اللي حصل لهذا البرنامج، هو تعطل ولا لا، او تم تدمير هذه المفاعلات ولا لا. لحد دلوقتي في تحليلات متضاربه في هذا الموضوع. لكن انا لما دورت الحقيقه شويه، خصوصا بعد حمله ترامب على المهاجرين في الولايات المتحده الامريكيه ومحاولته تهجير اكبر عدد ممكن من المهاجرين داخل امريكا، لقيت حاجه يعني مفاجاه، كانت بالنسبه لي مفاجاه، يعني ان اللي صمم اللي هي قاذفه البي 2 سبيريت، القاذفه الامريكيه الشبحيه اللي هي ربما تكون اقوى قاذفه شبحيه في العالم، تقدر تشيل هذه القنابل الضخمه جدا 13 طن، وبتقدر تشيل قنبلتين من هذه القنابل الضخمه. تم تصميمها من مهاجر هندي هو اللي صمم هذه الطائره الشبحيه، اسمه نشير جواديا. نشير جواديا اتولد في مدينة بومباي سنة 1944، ومن أول لحظة الحقيقة حسوا إن الطفل ده مش عادي من أول ما اتولد، لدرجة إن هو وهو عنده 10 سنين يعني كان بيحل جميع الحاجات الرياضية المعقدة، وعنده 15 سنة تقريبا حصل على حاجة موازية للبكالوريوس الهندسة في سن 15 سنة من كتر عبقريته. دي كانت حاجة الحقيقة يعني غريبة جدا. سن 19 سنة شد الرحال على أمريكا ودخل كلية هندسة الطيران، وبعدها خد الجنسية الأمريكية سنة 1969. وهنا بدأ الحلم الكبير. سنة 1970 انضم لشركة نورثوب، ووقت ما أمريكا كانت بتدور على طيارة شبحية ما بتتشافش بعد ما خدت يعني خسائر كبيرة جدا في سماء فيتنام. فعشان كده يعني كان في مشروع اسمه بلو بيري ميلك شيك، ومشروع سري جدا لتصميم قاذفة أو طيارة شبح. وكان هو العقل المصمم من أهم هذه الأجزاء اللي هو نشير جواديا. وقال في كل يعني في مره من الاوقات ان كل الهندسه دي كانت من دماغي انا. الجزء اللي كان بيمنع الطياره البي 2 انها تظهر على نظام الرادار او الاشعه بتاعت الحمراء، هو ده اللي نشير جواديا اخترعه، وجزء من العوادم بتاعت هذه الطياره وتصميم الطياره. وهو ده سر التفوق الامريكي وسر تفوق هذه يعني القاذفه المهمة جدا. لكن الحقيقة ما بتمشيش على وتيرة واحدة. سنة 1986 ساب الشركة بعد إصابته بمرض نادر وفتح مكتب استشاري في نيو مكسيكو، وبعدين حصل مشكلة ودخل في خلاف كبير يعني مع شركائه، وتم سحب التصريح الأمن منه، وحس ان الولايات المتحدة الامريكية تخلت عنه. يعني كان بيقول ان انا اولا اللي صممت الطيارة البي 2 الشبح، والنهاردة ما حدش فاكرني. ومع الوقت الفلوس اللي معاه ابتدت تخلص. عنده كان فيلا ب3.5 مليون دولار في هاواي، وكان بيدفع حوالي 15,000 دولار اقساط شهرية، ومحتاج دخل سريع، فبدأ يدور على شغل يعني من تحت لتحت. لكن 2003 المصيبة بقى حصلت، وبدأ يسافر الصين، وبدأ يتعامل
مع مسؤولين عسكريين هناك. كان بيستخدم اسم مستعار غريب اسمه كاتش مونكي. انه واضح ان هو تعامل مع يعني مسؤولين عسكريين صينيين وباع لهم اسرار القاذفة الامريكية البي 2، وكمان ساهم في انتاج صواريخ شبحية للصين. بعد كده واضح ان مكتب الاف بي اي اقتحم بيته في 2005، لقوا 50 صندوق وكمبيوترات وخرائط ورسائل ومعلومات مصنفة سرية، والحقيقة لما واجهوه اعترف، لكن تم الحكم عليه بسجن 32 سنة في سجن مشدد الحراسة في ولاية كولورادو. السجن ده اللي في كولورادو ده ما بيدخلوش شمس، يعني من أسوأ السجون اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. الحكاية ما خلصتش لحد كده. في مايو 2025 التقطت الأقمار الصناعية الأمريكية صورة طبق الأصل من البي 2 الأمريكية في الصين. يعني الصين عملت نفس الطيارة الأمريكية، يعني الصين تمتلك هذه الطائرة الشبحية بالضبط اللي هي البي 2 سبيريت، موجودة في الصين بسبب حصولها على التصميمات من هذا المهندس الهندي العبقري اللي أمريكا استغلت عبقريته والصين استغلت يأسه. لكن هنا يعني زي ما احنا شايفين ان امريكا قدرتها على استقطاب العقول يعني من الدول الاخرى هو ده اللي سر التفوق الامريكي، وده اللي بيعمل ترامب عكسه حاليا، ان ترامب بيبعد المهاجرين او بيحاول يطرد المهاجرين اللي هي نقطة القوة الاساسية للولايات المتحدة الامريكية. فربما تكون بداية نهاية الامبراطورية الامريكية على ايد ترامب، بسبب ان ترامب بيخلي امريكا تفقد اهم ميزة عندها، وهي الحصول على العقول المتميزة من العالم كله. يعني لولا هذا المهاجر الهندي لم تكن امريكا تحصل على اخطر قاذفة نووية اللي هي البي 2 سبيريت اللي ترامب دلوقتي بيفتخر بيها. مش عايز اطول حضراتكم، بشكركم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.